فدايما وابدا مش هتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. ولان انت لما بتيجي تعمل حاجات كتيره من غير ما تتخصص في حاجه معينه، عمرك ما هتبقى كواليفايد وهتبقى سبيشالست او هتبقى حد يعني سيرتيفايد في حاجه معينه. ما تفرحش بالتخصصات الكتير الا اذا كانت التخصصات ليها علاقه ببعض، لكن ما ينفعش ان انت تحقق اكتر من حاجه في وقت واحد، او ما يبقاش في علاقه بينهم، او ان انت تبقى مش متخصص في حاجة معينة. في إحدى المرات كان عندنا سيشن كونسلتيشن في شركة، فطلبت منهم مجموعة من ريبورت التقارير، وبناء على مراجعتي للتقارير اتضح إن في عندي كذا مشكلة. فقلت لهم طب لو سمحتوا هاتوا لنا مين المسؤول عن وظيفة إكس. راحوا جابوا لنا مهندس، أنا فاكر اسمه لحد دلوقتي، كان اسمه باشمهندس مينا. قلت له يا باشمهندس مينا، التوبيك ده فيه مشكلة واحد اتنين تلاتة أربعة، وده عشان نحله إحنا المفروض نعمل سياسات كذا. بعد كده جيت عند المشكلة التانية، هتقولي المختص، لقيته برضه الباشمهندس مينا. طيب رحت المشكلة التالتة، قلت لهم إياكم تجيبوا لي الباشمهندس مينا. قالوا لا ده بجد هو المسؤول عن كده. قلت لهم طب يا جماعة أنتوا جايبيننا ليه؟ طب ما أنتوا تجيبوا الباشمهندس مينا يحل كل المشاكل دي. أنتوا مدين مينا كل حاجة وجايين لنا إحنا نحل المشاكل. هو اوريدي كل المشاكل بسبب إن أنتوا حاطين مينا في الاسترس ده.